المستشار مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك، مساء الخير يا فندم. وش الاستاذ عصام كده قدامي، يعني اشوف وشه كده بقى، يعني يا ريت الكاميرا تيجي على وشه كده. يا استاذ عصام، انا ما يهمنيش الاهلي يكسب او الزمالك يتعادل او يخسر، ده وارد في الرياضه زي ما بنقول. بس مسا على كابتن ايوه لسه هقول لك مصطفى يونس وحازم امام، مش عارف كان متحمل عليه النهارده جامد ليه يا حازم، كابتن احمد حسن، وطبعا الاستاذ سيف. اهلا بيك يا فندم. انا بس عايز اعلق على الماتش بتاعنا، ويعني لا، ضربتين جزاء واضحين ما فيهمش هزار، ودي بدايه مش محترمه، ودي نتيجه حمله الارهاب اللي اتعملت عليك يا عصام انت ولجنتك. تاني بقول لك اهو، انت عايز تكمل الدوري بما يرضي الله، احنا هنكمل، انما بالطريقه دي انت مكسوف، انت مكسوف تبص ليه؟ لانك خجلان. سياده المستشار بهدوء بس يا فندم بهدوء بعد اذنك. سياده المستشار كابتن عصام بعد اذنك. سياده المستشار بهدوء يا فندم بعد اذن حضرتك. ده جزء بعد اذن حضرتك فني، خلي كلام حضرتك معايا. اوفسايد 100% واثنين ضرب جزاء للزمالك. انا ما يهمنيش برضه بقول له مبروك للنادي الاهلي. وعلى فكره الزمالك كان وحش النهارده. ووقفت جميع مستحقات اللعيبه. تمام. ومفيش عندي مكافآت لنهايه الدوري. كلام واضح. الجونه اللي هي بتحسن من الزمالك. في اكتر من كده بقى. انما في ضربتين جزاء للزمالك يا عصام صراحه واضحين. فريق النهارده كان وحش، بس النهارده انا وحش، بس ضربتين جزاء يتحسبوا. ادي واحد. اثنين، لا مفيش حاجه اسمها واحد اوفسايد متر ويصفر جون وتفتح الجيم. الكلام ده مش موجود يا بيه الا في الادغال. ده ماتش ايه يا فندم؟ ده ماتش الزمالك اوفسايد ولا حضرتك بتتكلم على جون الاهلي؟ انا بتكلم على جون امام طبعا، احترام بقول لك النادي الاهلي مبروك 3 نقط بتوعه. لا، جون عماد متعب اوفسايد طبعا. طب يا فندم، ما حضرتك ما احنا يعني لسه بادئين، لو الجزء الفني حضرتك بس اديت وقت حضرتك هتسمعه. لما تلغي ضربتين جزاء وتحسب جون اوفسايد يبقى انت راجل مش محايد. طيب على طول ادينا بس حضرتك يعني وقت حضرتك هتسمع التعليق بتاع التحكيم كله دلوقتي من الكابتن عصام ومن الناس اللي موجوده. انا بقى مشكلتي يا كابتن مصطفى يا يونس مش ماتش النهارده. انا اخشى تكون دي الحمله اللي معموله من شادي وغير شادي، خوفت الحكام. انا بكلمك بصراحه. انا تاني بقول اهو، انا ما يهمنيش الماتش النهارده. الاهلي لعب وحش لعب حلو، 3 بونت خلاص، ده بتوعه. انا اخشى يا مصطفى يا يونس او يا كابتن مصطفى تكون دي نتيجه الحمله اللي معموله على الحكام، ان انتوا بتجاملوا الزمالك واصل انتوا جايين ضد الاهلي. يوم الراجل النهارده ايه ده؟ ده متر يا راجل. يا سياده المستشار بعد اذنك يا كابتن. اتفضل. خلاص انا عايز اقول لحضرتك حاجه. مرتضى باشا انا عايز اقول لحضرتك حاجه. كل انديه مصر لها وعليها، يعني الاتجاه مش في نادي الزمالك بس ولا نادي الاهلي بس. الحكام طالما هو مش قاصد فالاخطاء وارده. الاخطاء وارده هنا وهنا طبعا. ولو لم يكن هناك اخطاء لن تكون هناك كره قدم، لكن هناك هذا يعني الخطا مقصود ولا مش مقصود. انا وحازم وانا مصطفى يونس وحازم واحمد حسن ومهيب كلنا قلنا جون عماد متعب اوفسايد. يعني كلنا قلنا على كره عماد متعب. انا استاذن حضرتك بس يا كابتن مصطفى. سياده المستشار حضرتك اتكلمت، لازم حضرتك تسمع كلام الكابتن عصام عبد الفتاح بقى. انا برضه كابتن مصطفى ثانيه واحده. اتفضل. على فكره اخطاء الحكام وارده. تمام. وكل ماتش كان بيطلع الاخ وائل جمعه يقول للحكام كذا وبيقول للحكام وش. النهارده الاستاذ احمد ايوب النهارده بيقول اخطاء حكام وارده. انا متاكد اخطاء حكام وارده. بقول لك انا اخشى ان تكون دي نتيجه حمله الارهاب اللي اتعملت على الحكام. الرد يا فندم بقى حضرتك لازم حضرتك بقى تسمع الكابتن عصام. اتفضل. سياده المستشار منصور، سياده المستشار، احنا لجنه حكام محترمه، ما بنخافش من مخلوق، لا من حضرتك وبقول على اهو ولا من النادي الاهلي، وماشيين في طريقنا. واللي مش عاجبه الحكم المصري يجيب حكم اجنبي. احنا بنحترم حضرتك وبنقدر حضرتك وبنقدر النادي الاهلي وجميع انديه مصر، وبنشتغل 16 ساعه في اليوم. ما حدش بيشتغل في مصر زي لجنه الحكام عشان نعمل اجيال جديده للتحكيم في مصر. واعتقد ان الجميع بيشهد بده. ما بنخافش من حد، وبقولها بعلو صوتي اهو. لجنه الحكام لا من النادي الاهلي ولا من شادي. لا سياده المستشار بهدوء بس يا فندم. بهدوء يا فندم بعد اذن حضرتك. يا سياده المستشار بهدوء بس يا فندم. بهدوء بس يا ريس. بهدوء بعد اذن حضرتك. لجنه يا فندم. لو انا بخاف يا سياده المستشار كنت غيرت الحكام زي ما حضرتك عارف، لكن لجنه الحكام ما بتغيرش. يا اخ عصام بقول لك من فضلك، انا بقول لحضرتك بنحترم حضرتك وبنحترم كل. يا سياده المستشار بعد اذنك. يا سياده المستشار بهدوء بعد اذن حضرتك. بهدوء. انا سمعت حضرتك. بعد اذن حضرتك بهدوء. لا، منظومه التحكيم دي يا سياده المستشار
اللي كملت بالدوري لحد اخر خلاص داخلين على 7 8 اسابيع والزمالك متصدر. الخطا وارد على حضرتك مره وعلى الاهلي مره وعلى هنا مره، وخلال حضرتك السنه حضرتك طلعت اكتر من 50 مره اشدت بالحكام يا فندم. يا استاذ سيف برضه حضرتك فاهمني غلط. بقول لحضرتك مبروك للنادي الاهلي ولاعيبته كانوا وحشين النهارده. في اكتر من كده؟ لا يا فندم تمام. في اكتر، في حد بيقول كده اهو يا فندم عصام حضرتك. لا حضرتك اكتر واحد يا فندم. حضرتك والزمالك عنده اخطاء كتيره النهارده. انا بقول اخشى ان تكون الحمله اللي بقى لها اسبوعين طيب ما هو عند الاخ شادي وغيره طالما اللعيبه عندها اخطاء والكلام ده فوائد الحكام كمان يكون تمام. انا بتكلم صراحه يا سياده المستشار. وارد يا فندم، وارد يبقى فيه خطا حكام، بس حضرتك اعترفت اكتر من مره بمستوى التحكيم المصري. اعترفت حضرتك اكتر مره. حضرتك عارف مش شهاده ان عصام عبد الفتاح قاعد جنبي، حضرتك عارف ان الكابتن عصام عبد الفتاح لم يرضخ لاي ضغوط ولن يرضخ لاي ضغوط، والزمالك متصدر. مش معنى التعادل معناه ان الحكام فيه اي قصه. تمام كده يا فندم؟ لا بقى يا استاذ سيف. طب انا ممكن بس اتفضل. خلاص انا هديت يعني. تمام يا فندم. حضرتك طلعت الشحن خلاص. تمام يا استاذ عصام من فضل حضرتك تفتكر لما كان في حد عايز يجيب حكم اجنبي مين اللي كان بيقول لك انا مصمم على الحكم المصري؟ وانا اول واحد شكرت حضرتك يا استاذ المستشار وقلت ان حضرتك وقفت معانا. تاني اخطاء الحكام وارده وممكن الحكم الراجل اللي غنى جونين في ماتش انبي الاولاني دون وجبته لنا تاني مش مشكله، كل ده مش مشكله. انا بقول لك ان في حمله على الحكام بقى لها دلوقتي اسبوعين. اخشى ان تكون نتيجتها اللي حصل النهارده في ماتش الزمالك. لا يا فندم. لا يا سياده المستشار. لا يا سياده المستشار ان الزمالك النهارده كان وحش. اعتراف يا فندم محترم، وما تخافش حضرتك على الحكام، وده رد الكابتن عصام عبد الفتاح. ده انا عاوز اقول لكم حاجه، يا ريت يتفرج على التحليل وهنقول بكل امانه في ماتش الزمالك. هنقول لو الزمالك ليه ركلتين جزاء انا اول واحد اقول اتفرج يا فندم. يا ريت حضرتك تتفرج على التحليل يا سياده المستشار. يا كابتن عصام بس انا عايز اقول لك حاجه. اتفضل. القاضي اللي بيحكم على المنصه تمام. اللي بيشوف الحكم بتاعه اللي قاعدين في المداوله او اللي قاعدين في القاعه، القاضي اللي بيحكم في الملعب بيشوفوا ملايين من خلال التلفزيون. انا بس عايز انبه لده. خلي بالك. وعايز اقول لك انه القاضي ده اللي في الملعب قاضي اسمه قاضي مش هزار، لانه بيحكم صحيح بيحكم في لعبه كره القدم او السله او يد او اي لعبه، لكن في النهايه ده راجل ضميره وربنا. لكن انا بقول تاني مبروك للنادي الاهلي 3 نقط، واتمنى يغلب ان شاء الله باذن الله الافريقي التونسي في تونس. عنده ماتش يوم الاحد ربنا يوفقه فيه. لكن انا بقول تاني اخشى ان تكون الحمله اللي ضد الحكام وانت نفسك اتكلمت فيها كذا مره يا استاذ عصام وكنت قلت نفس الكلام ده. يا جماعه الحكام ما تشتموش الحكام، ما ترموش الحكام. اخشى ان يكون اثمرت نتيجه النهارده اللي احنا شفناه النهارده في ماتش. بس لازم حضرتك في الاخر تقول لها تصريح انك بتثق في الحكم المصري. لا انا ما بثقش الا في عصام وجمال الغندور. طب دلوقتي حضرتك كابتن حازم امام اللي مطلع عينينا جوه في الاوضه في ماتش الزمالك وهيكسر التلفزيون وقاعد متحمل حضرتك ايه؟ ده ناقص يمشينا ويقعد لوحده كده. مش عارف حازم النهارده مش عاجبني بصراحه. لا انا عايز اقول لحضرتك حاجه بس يا استاذ الماتش ما يبدا كان مش عارف. هو طبعا ليه حق بعد الماتش لانه طبعا التغيير غلط. يعني انا مش عايز اتكلم عشان اقول لكش بيتدخل، اعتبرني واحد من الجمهور. انا عايز اقول طبعا انا عارف رايه انه واحد بقاله سنه ما بيلعبش ولعب. لكن بقول لك تاني الجونه لعبت احسن من نادي الزمالك النهارده. كلام كويس. انا عايز اقول حاجه وهم خلي بالك وهم لسه بيتغدوا دلوقتي. كلمت اسماعيل قلت له وقف جميع المستحقات والمكافآت لغايه نهايه الموسم. الموضوع ما فيهوش هزار. طب ممكن اقول لحضرتك حاجه بعد اذن حضرتك يا فندم. طبعا انت حضرتك رئيس النادي وصاحب القرار الاول والاخير، بس يعني هو طبعا النهارده ممكن حضرتك توقف المستحقات، لكن يعني رايي انا كنت لعيب كوره برضو ان هو الفتره دي هي في تفنيش الموسم. يعني هو الفتره دي عمل موسم كويس جدا، حضرتك وقفت المستحقات كلها لغايه اخر الموسم. يعني انا شايف هو قرار قوي قوي على لعيبه عامله موسم كويس وموسم قوي جدا. حضرتك الفتره دي هي محتاجه بالعكس تضاعف المكافآت عشان يبقى الحافز اكتر. $4 مليون. مش جاي $4 مليون من عبد الشافي. هاجي لك الاسبوع الجاي. 2 مليون و800 الف دولار. 2 مليون و800 يعني بنتكلم في 150 بنتكلم في 250 300 الف دولار كده تجهزهم. انا هسيبكم. لا قبل ما حضرتك تسيبنا تصالح الكابتن عصام. لا كابتن عصام طبعا لازم تصالح والله. رسائل هو عارف. انا ليه بقول له مش عايز تبص لي لان عمال ابعت له في رسائل وهو طبعا شايفها واخد بالك. لكن انا في النهايه يعني بقول له يا كابتن عصام من فضل حضرتك يعني حط عينك مع الكابتن وجيه شويه. كابتن وجيه احمد
بيكره الزمالك طول عمره. من فضلك خد مني انا من ساعه ما انتوا عايز تلاقي احمد ده بيكره الزمالك تمام، وده بيحط انا بتضحك عليه بس ايوه بيكره الزمالك. فمن فضل حضرتك من فضلك يعني برضو احنا داخلين على نهايه الدوري نختار في حكام كتير عندهم خبره ومتودكين شويه، يعني اختار المطوشه اللي هي فيها مشاكل، يعني مثلا انبي هيلاعب الاهلي، الاهلي هيلاعب يعني حكام برضو مصريين. مصريين. طب يا سياده المستشار قبل ما نسيب حضرتك بس، يعني بعد كلام الكابتن حازم مش هتفك المستحقات على اللعيبه؟ والله اصل انا جوزاء عشان خاطرنا بقى، يعني عشان خاطرنا يا استاذ سيف. انا ده احنا حضرتك طالعين استوديو بنجوم مصر اهو. طيب طب بس احمد حسن مالوش فلوس كده. مش مشكله حضرتك، ده هيعرف ياخدها وهيغلب. مالوش فلوس مين؟ لا ما تفكش المستحقات. فرحان مش عارف ان في 2 مليون و800 الف دولار. عشان خاطرنا يا فندم فك مستحقات اللعيبه معلش. كل سنه وانتم طيبين. طيب يا فندم. وان شاء الله باذن الله يا كابتن عصام بعد ما تخلص الهوا ليا مكالمه معاك. ماشي يا فندم. شرف يا مستشار. بشكرك شكرا جزيلا مستشار مرتضى منصور عضو رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك.